السلام عليكم متتبعينا الكرام. اليوم غادي نغوصوا في أعماق قضية هزت الرأي العام المغربي في الدار البيضاء بالضبط، وبالضبط في منطقة عين الشوق. القضية اللي بدات باختفاء وغياب مفاجئ لسائق طاكسي بسيط عبد الله الزاز، وانتهت بفاجعة هزات القلوب. ولكن إخواني أخواتي، الجديد اليوم ماشي هو الجريمة في حد ذاتها، بل المعطيات الصادمة والمستجدات اللي كشفت عليها التحقيقات الأمنية. شكون اللي كان كيتخيل أن العقل المدبر هو شخص كان من المفترض يحمي المنطقة؟ ومنين جات ديك المعلومة الدقيقة على 2 مليون سنتيم اللي كانت مخبعة في الطاكسي؟ بقاو معايا إخواني أخواتي حتى هاد الحلقة غادي تفكك لكم خيوط مخطط إجرامي كان محبوك بواحد الدقة كبيرة ومتناهية. البداية كانت ملي تم العثور على سيارة الأجرة ديال الضحية مهجورة في حي المستقبل بسيدي معروف. هنا المصالح الأمنية والشرطة العلمية بدات الخدمة ديالها. في الأول كلشي كان كيظن أنها عملية سرقة عشوائية تعرض لها السائق في نص الليل، ولكن ملي بدات البصمات كترفع والتحقيقات التقنية كتعمق بان باللي جونات ماشي غير دازو من تما. الطريقة باش تم التخلص من الجثة والاعتداء العنيف بالسلاح الأبيض كانت كتوحي باللي كاين حقد او ترصد. السياره كانت هي المفتاح، ومن ثم بدات الخيوط كتوصلنا لاسماء ما كانتش على البال. اخواني اخواتي، هنا كاين الصدمه الكبيره. التحقيقات قادت لاعتقال مجموعه من المشتبه فيهم، ولكن المفاجاه هي ان الراس المدبر لهذه العمليه هو حارس ليلي، يعني غارديان. هذا الشخص اللي الناس كتحط فيه الثقه باش يحرس ممتلكاتهم هو اللي استغل المعرفه ديالو بتحركات الضحيه. هاد الحارس ما خدمش بوحدو، بل استعان بعناصر من عصابة عندهم سوابق قضائية. الخطة كانت جهنمية بامتياز. استدراج السائق كأنه زبون عادي وفي مكان معزول يتم الانقضاض عليه. هاد المعطى كيبين لنا باللي الجريمة كانت مدروسة وماشي وليدة الصدفة. الحارس كان عارف امتى كيخرج عبد الله وامتى كيدخل وفين كيوقف بالضبط، وعنده معلومات عليه كبيرة بزاف، وبزاف كيسولوا علاش هاد العنف كله على قبل طاكسي. الجواب كاين في الاعترافات الصادمه. العصابه ما كانتش باغا غير الروسيطه بطبيعه الحال اليوميه ديال مول الطاكسي، بل كانت عندهم معلومه دقيقه باللي الضحيه مخبع مبلغ مالي مهم داخل السياره ديالو كيوصل لجوج المليون سنتيم. تخيلوا معايا اخواني اخواتي، هذه المعلومه هي اللي حكمات على عبد الله بالموت. هذه الجاسوسيه في التخطيط كتاكد بان الضحيه كان مراقب بشكل لصيق. الجنات استعملوا العنف المفرط باش يوصلوا لهذه الفلوس، وهو ما كيطرح علامه استفهام كبيره على كيفاش تسربات هذه المعلومه ليهم. واش كانت مراقبه ميدانيه او كاين طرف اخر مازال ما بانش؟ بفضل اليقظه ديال المصالح الامنيه في وقت وجيز تم تحديد الهويات ديالهم وتوقيفهم. الموقوفين دابا تحت تدابير الحراسه النظريه بتعليمات من النيابه العامه. البحث دابا كيتوسع حيت كاين احتمال وجود ضحايا اخرين لهاد العصابه اللي كينشطوا في عمليات مشابهه. هاد القضيه رجعت للنقاش مساله ديال الامن المهني لسائقي الطاكسيات، خصوصا اللي خدامين بالليل. واش ولينا محتاجين الكاميرات مراقبه داخل السيارات؟ واش خاص نظام ديال الانذار السريع؟ حيت هاد الحادثه بينات باللي السائق كيكون في مواجهه ديال عصابات منظمه ماشي غير قطاع الطرق العاديين. جريمة عين الشوق هي درس قاسي لنا كاملين اخواني اخواتي. هي قصه ديال انسان خرج يترزق الله ولقى راسو ضحيه ديال الغدر ومخطط مالي بشع. الحقيقه بدات كتبان والعداله غادة تاخذ المجرى ديالها باش يكونوا هاد المجرمين عبره. كنتمنى هذا التحليل يكون وضح لكم الزوايا الخفيه لهذه القضيه اللي بقات فيها بزاف ديال الاسئله المعلقه. رحم الله الفقيد وصبر اهله. كنتمنى انكم تعطيوني جميع الاسئله وحتى التعاليق ديالكم في هذه النازله. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله.